وصلنا إلى أكثر من 60 مليون دولار. باليوم الأول لانطلاق صندوق التنمية تجاوزت قيمة التبرعات 60 مليون دولار، ولسه مستمرين ولسه مكملين. نحن بنعتذر من كل الأشخاص اللي صار معهم خلل تقني بالموقع الإلكتروني. كثير من الناس تواصلوا معنا، ربما مئات أو آلاف تواصلوا معنا وقالوا لنا ما قدرنا إنه نتبرع لأنه كان في خلل بالموقع الإلكتروني. الآن بدأ الخلل يزول، تم إصلاحه، بدأت الناس تتبرع بهذا المعرض، بهذا بانطلاق صندوق التنمية السوري. مثل ما تفضل سيادة الرئيس أحمد الشرع بأنه هذا الصندوق راح يكون بأعلى درجات الشفافية، وراح يكون مسؤول عنه خبراء واقتصاديين مهمتهم أول شيء يكونوا شفافين، مراقبة التبرعات، ثم تسييرها بالمكان الصحيح لإلها. أولى مهام هذا المؤتمر هو إعادة ما استطعنا من أهلنا بالمخيمات لبيوتهم المهدمة، بعد تأمين سبل الحياة لهم، البنى التحتية. راح يكون في دعم للقطاع الصحي، لقطاع التعليم، لكثير من القصص. مستمرين معكم. باليوم الأول تجاوز المبلغ 60 مليون، لكن لسه ما انتهينا، ما انتهت السهرة وما انتهينا. راح يكون في بكرة وبعد بكرة والبعده إن شاء الله. بنقول يا رب وسوريا للخير بإذن الله.